يعتقد معظم الناس أن السعودية مجرد صحراء وبدو وفيها الحرمين وفقط، ولا يعلمون أن فيها طبيعة ساحرة لا توجد بغيرها، بل احتلت مؤخرا مراتب متقدمة على مستوى القطاع السياحي. في هذا المقطع سوف نرى السعودية معا من زاوية أخرى. من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية منتزه الحبلة. الحبلة قرية قديمة تقع في منطقة عسير قرب أبها ب52 كيلا، وتقع في شرق قرية تدعى تمنية. وسكان الحبلة هم بنو مالك من قحطان، كانوا يعيشون منعزلين عن الحضارة، بحيث تحيط بقريتهم سلسلة من جبال حمراء شاهقة، فكانت وسيلتهم الوحيدة للطلوع والنزول سلالم وحبال، وليسهل عليهم الصعود والنزول كانوا لا يلبسون إلا ما يستر عوراتهم. وقد تشبث السكان بذلك المكان وألفوه رغم وعورته، وبعد عدة محاولات لإقناعهم بالترحال من هناك، نجح أخيرا الملك فيصل في إقناعهم وبناء قرية لهم بالقرب من القرية القديمة، لتصير الحبلة بعد ذلك من أشهر 3 منتزهات سياحية بجانب منتزه القرعة ومنتزه السوداء. ويجب ألا تفوت زيارة هذا المنتزه، بحيث تجد هناك جبالا خضراء شاهقة وفيها شلال شاهق لن تمل من النظر إليها، وذلك لارتفاعه وصفاوة المياه التي تتساقط من أعلاه. كل الأمور متاحة في الحبلة، وما يمنعك من أخذ جولة على التلفريك. عربات تنقلك من أعلى الجبال إلى أسفل القرية لزيارة متحف يتواجد هناك، وللاستمتاع برؤية فوقية من التلفريك لترى منظرا ساحرا وأنت عالق بين السماء والأرض تجول كيف تريد. وقد صمم في الحبلة منتزه بطريقة هندسية مميزة، فيه العديد من الأشياء وفيه حتى ألعاب الأطفال. جبال فيفاء أو فيفاء بالفتح وتكرير الفاء، وهي منطقة تقع في محافظة جيزان، عبارة عن سلسلة جبلية ضخمة يكسوها اللون الأخضر، وبها منازل تقليدية تنتشر في أرجاء مختلفة من جبال الفيفاء. يمكنك الاستمتاع هناك بالطبيعة الخلابة، ويمكنك الوصول إلى قمة جبال فيفاء لتنعم بمناظر طبيعية ساحرة من الأعلى. وتتميز جبال فيفاء بغطاء نباتي كثيف نظرا لغزارة المياه فيها، وستبهرك جبال فيفاء بمدرجاتها الزراعية التي صنعها أهلها منذ زمن، وهي جبال لا تعرف الجفاف بإذن ربك، فهي مليئة بمنابع الماء وتحيط بها أودية عذبة من كل الجوانب. كما تعد جبال فيفاء منطقة رائعة لممارسة التسلق والمشي عبر مسارات معينة بين الأودية والأشجار الخضراء والغابات والجبال. ويا لروعة فيفاء عندما يغطيها السحاب الأبيض. وجبال فيفاء تجمع بين كرم طبيعتها التي لا تبخل على زائرها بصنوف المأكولات الطبيعية، وبمياه عذبة سائغة للشاربين، وبكرم أهلها الذين يكرمون ضيوفهم. منتزه السوداء أو جبل السوداء. يعتبر جبل السوداء من أعلى جبال المملكة العربية السعودية، حيث يناطح السحاب، وهو ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 3133 مترا، وبجواره تجد قرى ومناطق سياحية بامتياز. يمكن للساكن في وسط أبها الوصول إلى الجبل من طريق عسير، ويكسو هذا الجبل أشجار العرعار الكثيفة ذات الرائحة الزكية وغطاء نباتي مميز، بالإضافة إلى الجو المميز في فصل الصيف إذ تكون الحرارة منخفضة جدا. وأنت ذاهب إلى جبل السوداء لك خياران للوصول إلى القمة: المسلك الأرضي أو السير جوا عبر التلفريك الذي يربط بين قرية رجال ألمع وقمة جبل السوداء. إذا كنت في أعلى الجبل يمكنك أخذ نظرة عامة من خلال مناظر مكبرة ذات جودة عالية ترى من خلالها جميع القرى المجاورة بوضوح، وكذلك المناظر الطبيعية الخلابة. ويفضل الذهاب باكرا إلى هذا المنتزه السياحي لتفادي الازدحام في الطريق. كما أنه في السوداء منتزه تنظم فيه مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تهم السائح. بعدما تنتهي من نزهتك والاستمتاع في أعلى القمة يمكنك الهبوط إذن، ولك هنا 3 خيارات:
السير البطيء سيرا على الأقدام أو السيارة، أو يمكنك النزول عبر التلفريك بسرعة متوسطة. وإذا أردت أقصى سرعة فعليك بالقفز الحر. لكن هذه الأخيرة تحتاج شجاعة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقطع. تابعونا في فيديوهات قادمة لنستكشف أماكن جميلة وسياحية في العالم.